فيتوريا يتلقى صدمة قوية بسبب ثلاثي الأهلي قبل مباراتي مالاوي. هنقول التفاصيل بعد إذنك، شارك الفيديو. كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر تلقى صدمة قوية بسبب إصابة ثلاثي الأهلي قبل معسكر المنتخب لمواجهتي مالاوي في تصفيات أفريقيا. ووفقا للتقارير الصادرة من داخل اتحاد الكرة المصري، فإن روي فيتوريا تلقى صدمة قوية بسبب إصابة الثلاثي عمرو السولية وحسين الشحات ومحمود متولي قبل حسم القائمة النهائية لمنتخب مصر أمام مالاوي في المعسكر المقرر انطلاقه منتصف الشهر الجاري، حيث لعب منتخب مصر مباراتين في تصفيات أفريقيا 2023 في شهر يونيو الماضي، حيث فاز على غينيا بهدف نظيف وخسر من أثيوبيا بهدفين نظيفين. وأكدت التقارير أن فيتوريا بدأ في دراسة الأوراق المتاحة أمامه من أجل إيجاد بدائل لثلاثي الأهلي بعد تأكد غيابهم بسبب الإصابة رغم وقوعهم ضمن اختيارات كولر. وفجرت تقارير إعلامية مفاجأة مدوية بشأن مستقبل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، حيث يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين ضد مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أفريقيا. ووفقا لما ذكره الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، فإن هناك أزمة جديدة تهدد باستمرار روي فيتوريا مدرب منتخب مصر في منصبه. وقال عبد الباسط في تصريحات تلفزيونية عبر منصة اون تايم سبورتس أن فيتوريا يمتلك عروض بالجملة في الوقت الحالي، وأوضح أن هناك اقتراح داخل اتحاد الكرة المصري من بعض الأعضاء بتقليص راتب فيتوريا، وأشار إلى أن المدرب البرتغالي سيرفض هذا الاقتراح وقد تحدث أزمة ولجوء للشرط الجزائي، ونحن نسعى للحفاظ على فيتوريا ومشروعه مع المنتخب، وأتمنى أن يتم تحسين المدرب وعدم تكرار أخطاء رحيل المدربين الكبار. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد كشف عن موعد مباراتي منتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأفريقية 2023، وتقام الجولة الثالثة على استاد القاهرة يوم 24 مارس الجاري، وتنطلق في تمام الساعة 9 مساء. والجولة الرابعة يحل منتخب مصر ضيفا على مالاوي يوم 28 مارس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة. شكرا لحضراتكم.